القطعة اللي بدون غطا، القطعة اللي بدون بلاستيك، ايه فايدة القطعة دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عبر قناة ملوك ساد على اليوتيوب. الفيديو ده يا جماعة فقط وحصري عبر قناة ملوك ساد. ان شاء الله هنبدأ بقى نشرح وننزل لكم فيديوهات عبر قناة ملوك ساد. النهاردة هنشرح فوائد القطعة اللي بدون بلاستيك. قطعة زي ديت كده يا جماعة، في ناس بتظن ان هي كده باظت. زي ما انتم شايفين القطعة ديت اللي بتبقى جاية متغلفة عليها بلاستيك. في ناس لما البلاستيك بيتشال من على القطعة كده بيعتقدوا ان كده القطعة باظت. لا يا جماعة، القطعة احنا بنعملها كده، بنشيل من عليها البلاستيك علشان بنستقبل بها أقمار تانية. طبعا ديت اسمها قطعة، أو في الدول العربية بيقولوا عليها لاقط أو أولمبي. تمام. القطعة ديت يا جماعة بنعملها كده علشان نقدر نستقبل منها الأقمار اللي جنب النايت سات. يعني مثلا النايت سات ده 7 درجات غرب، في أقمار 4 غرب زي القمر آموس. فأنت لازم بتضطر تعمل القطعة زي كده علشان نقدر نستقبل بيها القمر آموس مع قمر نايت سات على الطبقة اللي هي زي ال70 والطبقة ال85 والطبقة ال75 سم، الطبقة اللي هي في الحجم ده. فإحنا بنعمل القطعة كده، بنشيل من عليها البلاستيك أو الغطا اللي بيكون هنا متغلفه بيه. تمام، علشان ما تاثرش بالاشاره وتقدر تستقبل اشاره النايل سات بدون مشاكل، والاموس اللي هو القمر اموس بدون مشاكل. تمام يا جماعه. طبعا والافضل لما تعمل القطعه كده وتشيل من عليها الغطا البلاستيك، بتضطر انك تغلفها، تحط غطاء بكيس هنا وتلزقها علشان ما يجيش مثلا فيها ميه من جوه كده. طبعا القطعه ديت بيكون فيها افقي وفيها عمودي، فيها حاجة أفقية وعمودية، الحزمة العمودية والحزمة الأفقية. فلازم تغطيها برضو علشان لو في مية عوامل الشمس برضو ما تصديش من جوه. ديت كل الحاجات ديت برضو لازم تعملها مع القطع علشان مثلا ما يخش فيها نحلة، أي حاجة حشرة جوه بتسد الإشارة. تطلع أنت تلاقي مثلا القطعة معمولة كده وتقول هي الإشارة بايظة ليه؟ لازم تغطيها من جوه يا جماعه برضه علشان ما تصدش من جوه. تمام، او يدخل فيها مثلا حشره زي نحله مثلا، تطلع انت مثلا تقول ده الاشاره فاصله، وتيجي تبص في القطعه تلاقي القطعه مثلا جواها نحله هي اللي مبوظه الدنيا. تمام يا جماعه. ديت فايده القطعه، احنا بنعملها كده. القطعه بتجيب اشاره اعلى فرق 2% لما بنعملها بالطريقه ديت، لما بنشيل منها الغطا. بس الغطا البلاستيك برضه مهم ليه بقى؟ لان هو القطعه من جوه كده تحس انها جديده، ما بيحصلهاش حاجه، مش بيدخلها شمس، مش بتصدي، ما فيش نحل بيخش جوه العدسه. كل الحاجات ديت يا جماعه لازم برضو تعملها. يعني انت لو عملت القطعه دي وركبتها بنفس الطريقه ديت، فانت لازم برضو تغطيها بكيس علشان ما يدخلش ميه او اي حاجه تسد موانع الاشاره او تصد من جوه. ده فيديو كان بسيط عبر قناه ملوك سات. وطبعا احنا قلنا لكم ان القطعه ديت بنعملها كده عشان بنستقبل بيها الاقمار اللي بتكون جنب النايل ساد، اللي بتيجي على الطبق المتر او الطبق ال 75 سم او ال 70 سم. وعلشان برضه بنعملها عشان ما تاثرش على الاشاره، مثلا اشاره قمر النايل ساد، لان احنا بنلزق القطعه ديت في قطعه النايل ساد. تمام، او اي قمر زي التركي، الهيلا ساد، الاقمار دي كلها يا جماعه حسب القمر اللي انت هتستقبله. ده كان شرح بسيط عبر قناة ملوك ساد. يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. والفيديو ده فقط وحصري عبر قناة ملوك ساد. وانتظرونا بقى في الفيديوهات، كل يوم هننزل لكم فيديوهات جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.